بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. دي كمان حلقة. قلنا نتكلم كده عن أي حاجة بقى عموما، اللي هو المحتوى خلص. ف النهاردة هتكلم عن حاجة لذيذة ألا وهي السيرتيفيكتس بتاعت eLearn Security. طيب eLearn Security شركة يعني well known، بس مش اعتمادية قوي في السيفيهات وكده، ولكن الشباب بتاخد السيرتيفيكتس بتاعتها يعني كستارت اب، اللي هو لسه بيكرافت السي في بتاعه، فبيبقى عاوز يحط الحاجات بتاعت ايلر. في ناس كتير قوي على فكرة شغالين من غير شهادات وبتاع، بس يعني انا حتى لما حبيت ابدا بقى يلا هنحشي السي في شهادات وبتاع وعنطزه وفنطزه، فقلت ليه لا، وخدت الثلاث شهادات الاشهر عند ايلر والاقوى ممكن في ناحيه الفيلد بتاعنا، الا هما الوابتكس او الاي دبليو بي تي اكس، الايماب بتاعت الموبايل، الاي سي بي بي تي، الويب بنتريشن تيستر اكستريم، موبايل ابلكيشن بنتريشن تيستر، سيرتيفايد بروفيشنال بنتريشن تيستر. دول الثلاث شهادات اللي هم يعني يخصوا الجانب بتاع الاوفنسيف شويه عند ايليرن سكيورتي. طيب سرتفت الثلاثه في الثلث الاخير من 2025. كان في اوفر جبت بيه الثلاث شهادات. الشهادات سعرها مش غالي قوي، بالعكس هي الى حد ما رخيصه. يعني لو انت باج باونتي هانتر وجالك مثلا $1000 ممكن سيرتيفيت الثلاثه، فاهم؟ عادي جدا. القصه بس في شويه نقط ارجحها لك او انورك ليها قبل ما تشتري السيرتيفيكتس بتاعت ايليرن سكيورتي. خليني اقول لك ان ايليرن واحده من الشركات، يعني لو دخلت اي جروب سايبر سكيورتي قلت لهم عايز اجابات الوابتكس مثلا، هتلاقي 10 بيبعتوا لك الاجابات بتاعتها مثلا، خصوصا انهم عاملين في اخر باتش الاجابات ام سي كيو. فالموضوع انت بتست، بس انت ممكن تعمل زي ما بتعمل في امتحانات الام سي كيو عندك في الكليه، فاهم؟ حرف زد مثلا تعمل والله بجد الموضوع يعني. انا جيت في سؤالين ثلاثه كده وقمت عملت كده ورا. فليها ضمبات كتير، سيم سيناريوز. يعني انا اتذكر ان دخلت مع زميل او زميلين ليا نفس الامتحانات في نفس البيريود تقريبا، والاسئله كانت بتبقى هي باختلاف من 5 ل10 اسئله بيني وبينه، بس في اسئله كتير قوي متكرره which is هتخلي الناس تقدر تغش اكتر. الامتحانات بتاعتها مش مونيتورد، فانت تقدر تستخدم اي تسيرش، تدور، تروح تيجي، ده مش عيب قوي. ولكن خلينا بقى نتكلم عن ليفل السيرتيفيكتس فعلا. الايوابتكس يعني الى حد ما، ودي برضو وجهة نظري، يجي منها الى حد ما، لكن انا حسيت ان هي غريبة. يعني هو بيلففك اكتر ما هو مدخلك امتحان، فاهم قصدي؟ اللي هو مخليك قاعد تدور وتلف حوالين نفسك، مش رابت هول، بس هو مخليك قاعد مجرد تدور، انت مش فاهم انت المفروض تعمل ايه فين. يعني لو في مثلا نو سيكوال انجكشن، فانت مش عارف طب تنجكت فين، طب فين الحته اللي انجكت فيها اصلا، طب فين وانت قاعد تدور. في فرق بين اللي انا بقوله لك ده وبين رابت هول في اكسبلويتيشن او في فولنربيليتي او حاجه، فرق بين الاثنين دول. فالويبتكس انا وجهه نظري البحته ليها انها من باد لميديوم. اوكي، يعني لو هقدر اقول انها كويسه فلا، هي مش كويسه. مش كويسه خالص يعني. حتى احنا عارفين سمعة ايليرن كويس من ناحية الاعتمادية وكده، فمش كويسة قوي ومليانة لخبطة ومش بيوصلك بالفعل انت داخل عايز تعمل ايه. على عكس مثلا حاجة من اوفنسيف زي الاو اس سي بي، انت داخل بيديك الاي بيهات، بيقولك في هنا ابلكيشن، هنا ممكن هتلاقي سيكوال، هنا ممكن هتلاقي اكس اس اس، هنا ممكن هتلاقي اي بتنجان. بمجرد ما تخش مثلا على الابلكيشن هتلاقي نفسك على ماشين، لو جبت ار سي اي خش بقى اكتف دايركتوري، خش على ماشين بريفيس اسكيليشن، شويه ليترال موفمنت، الموضوع مرسوم، فاهم؟ على عكس ايوابتكس. طيب ايمابت كويسه، بس يعني ايه برضو مش صعبة قوي. فهي يعني برضو ده ليفلها مش اكستريم، بس كان ينقصها اكسبلويتيشن للاي او اس. ليه؟ لان لو ما تعرفش الكونتنت اعتقد فيه اندرويد واي او اس، بس الاكسبلويتيشن او اللي انت بتعمله بايدك كحل للامتحان وهتبعت عليه ريبورت والبي او سي بتاعك هو جاست اندرويد. فهنا برضو اللي هو كان طب انت كلمتني عن الاي او اس ليه اصلا، فاهم؟ ولكن هي كشهادة مبتدئة
تهيئك انك هتست الاندرويد، لا هي كويسة جدا والامتحان بتاعها سهل وبسيط. اهم حاجة بس لو هتمتحنها خد بالك من الاي بي اي فيرجن، لان دي مشكلة انا وقعت فيها، ان البي او سي بتاعي ما اشتغلش عند المراجع او اللي بيراجع الامتحان او الريبورت بتاعه. نيجي بقى للي عجبتني بجد، الاي سي بي بي تي، السيرتيفايد بروفيشنال بنتريشن تيست. كنت شفت حد قبل كده بيحل دانتي على هاكزا بوكس، اللي هو بدأ من وورد بريس بروت فورس، دخل في بلوجن، عمل مش عارف ايه، خد ار سي اي، دخل السيكوال سيرفر، طلع حاجات من الداتابيز، لقى نفسه جوه الماشين فاتحرك في الاكتيف دايركتوري شويه، عمل اوبتين لكام ماشين وكمبرومايز لكام حاجه. فاللي عجبتني فعلا هي الاي سي بي بي تي، منظمه لذيذه، تحسها مرسومه زي ما قلت لك كده، تقريبا دانتي ولا زايفر، مش متذكر اني واحده فيهم، بس هي كانت يعني واخداك كده بتسلسل مظبوط ولذيذه. الاكسبلويت فيها مش صعب قوي، يعني حاجه انت تقدر تحلها لو ذاكرت شويه، خصوصا زي ما قلت لك لو حليت البرو لاب على هاكزا بوكس. لذيذه شهاده فعلا، اللي اقدر اقول لك عليها حاجه كويسه ليك، مش قصه تحطها في السي في، انت كده كده تحطها في السي في يعني ما بس الكونتنت بتاعها فعلا كويس، حاجة worth انك تاخدها او تذاكر لها او تحضر لها او تمتحنها. طب نيجي بقى لنقطة الاسعار. الاسعار ايه؟ طب هي تقريبا كانت ب 250 او 300 دولار الواحدة، ده بعيدا عن الاوفر. انا شايف ان انت لو ناوي مثلا تسرت في التلاتة، فحط تمن التلاتة على بعض، ده لو من غير اوفرز طبعا، وخد لك حاجة من اوفنسيف. يعني ب 1400 دولار تقدر تاخد لك او اس سي بي، بس محتاجة تحضر لها كويس فشخ عشان الفيل فيها هيزعلك. او تقدر مثلا تاخد حاجة زي الاو اس دبليو اي، برضو نفس الكلام، ولكن انا يعني ترجيحي دايما ابدأ بالاو اس سي بي، لان الاو اس سي بي فيها شوية حاجات كده حتى برضو ايه تهيئك على سيستم الامتحان جوه الانفايرمنت بتاعت اوفنسيف سكيورتي. طب التوتال ريفيو على السيرتيفيكتس زي ما قلت لك كويسين، بس انا حاسس نفسي بمتحن بسيستم الام سي كيو ده في نظام عين شمس، اللي هو انت ما تاخدش مني ريبورت وتسالني على شويه اسئله، حاسك بتستهون بنفسك شويه، فاهم؟ فالتوتال سجشن بتاعي، اللي هو انت لو ناوي تاخد الشهادات بتاعتهم الثلاثه اللي انا منشنتهم، فلو هتاخد حاجه انصحك بالاي سي بي بي تي، وتنقل بقى على حاجه من اوفنسيف سكيورتي او حاجه، او هاكزا بوكس. كمان هاكزا بوكس عندهم حاجات لذيذه فشخ، الماك عمل له السي دبليو اي اي او السي بي تي اس، هم بيقولوا ان هي اصعب من حاجه اوفنسيف، او ان هو انت لو سرتفت دول هتسرتف حاجه اوفنسيف بسهوله. السي دبليو اي اي اصعب من الاو اس دبليو اي، والسي بي تي اس اصعب من الاو اس سي بي. ما دخلتش اي حاجه من الاربعه عشان اقول لك الصراحه، بس انكثرت الاقاويل وخدت راي حد سرتف يعني الحاجه بتاعت هاكزا بوكس، فالموضوع الى حد كبير كونفيرم. بس طبعا احنا برضو فاهمين ان المجتمع العربي عموما سواء الخليج او مصر، لو لقاك حاطط حاجه من هاكزا بوكس في السي في هيقول لك انت تلعب يا ابني ولا انت بتعمل ايه؟ انت مين انت ولا بتاع ايه؟ فبرضه بص على حاجه اوفنسيف، لان اوفنسيف الصراحه هي اللي ليها وزن كويس السي في. يعني لو هتبص الحاجه اللي هو تحطها بقى في السي في وتديك منظر وبتاع، لا اوفنسيف طبعا. كومبيتيا لو الشركه هتجيبها لك، لان ما رجحلكش انت على ميزانيتك الشخصيه تجيب حاجه من كومبيتيا اللي هي سكيورتي بلس او كومبيتيا بلس. تقول لي طب انت دلوقتي قلت انك معاك الحاجه بتاعت اي ان اي، الخطه بعد كده على ايه؟ انا بخطط الصراحه على حاجات بقى تخص الريد تيمينج او الاكتيف دايركتوري. ممكن اخش على حاجات من altered security CRTB او CRTE. ممكن بعدها بقى اخش يعني 26 انا ناوي يبقى فيها كده شويه لعب بجد بقى في هاكزا بوكس وكده. فطول عمري ما بقتنعش بيه، بس مؤخرا يعني بدات اقول واي نوت، طالما طورك شويتين تلاتة هو من ناحية النتورك، ومؤخرا بقى الويب بزيادة كمان، فأنا بقى عندي نظرة اللي هو لأ فعلا هيفرق معاك وهيطورك هيساعدك فعلا. فممكن اخد حاجة زي ما قلت لكم ريد تيمينج او اكتيف دايركتوري تحديدا، بعدين اخش على هاكزا بوكس، وبعد هاكزا بوكس انا ممكن بقى ابص على اوفنسيف اخر السنة كده، اخر 2026 ولا حاجة، ممكن بالفعل ابص بقى على شوية حاجات من اوفنسيف، بحيث اخر 26
25 السي في يبقى شكله مهندم، ابدا بقى اخد حاجات ادفانسد، او اشوف لي بقى حته استكن فيها شويه بقى، او دومين استكن فيه بقى، اللي هو تعالى حبيبي، فاهم؟ طبعا اللي انا بقوله لك ده مش انت مش مطالب بيه يعني الى حد ما قوي دلوقتي. اللي انا بقوله لك ده بعد 4 سنين في الفيلد. انا بقالي 2 أو 3 شغال من غير سيرتيفيكتس، سنه بهند. في ناس كتير كذلك اعرفهم مش شغالين بسيرتيفيكتس في الشركات بتاعتهم، ولكن الشركات بدات تخلي التيمز بتاعتها تسرتف ولو حاجات بسيطه، عشان مؤخرا نترا اللي هو هيئه الاتصالات القوميه ولا مش عارف اسمها ايه، بقت بتدي التصاريح للشركات، فاهم؟ فلازم التيمز يكونوا ريفايد جوه الشركات انهم معاهم اي سيرتيفيكت تخص المجال ده. ما تصربعش نفسك، انت مش مطلوب منك تبني اي سي في، انت لسه لو بتبدا فانت جونيور. ما تكبسش حالك وتحط كباسيتي على نفسك، لا، خد وقتك، هانت، ذاكر، حل هاكزا بوكس كتير، حل البرو لابس، اتحرك هنا وهنا وهنا. مجرد ما تتوفر لك فرصه سواء من شركه اشتروا لك فوتشر، معاك الفلوس المبلغ انك تخش تسرتف الشهاده دي، خش اتفضل، محدش هيقول لك اي حاجه. في النهايه بعد 3 4 5 سنين لما تبص للسي في بتاعك تلاقي معاك حاجات من ايليرن، حاجتين ريد تيمينج او اكتيف دايركتوري، حاجات في النتورك، شهاده او 2 تقال من هاكزا بوكس، شهاده او 2 كويسين من اوفنسيف. تقول انا معايا سي في اقدر اتحرك بيه، لو قدمت بيه بره حاجات ريموت ممكن تظبط معاك، مش عارف ايه. وفي الاول وفي الاخر كل دي ارزاق طبعا. ده اللي كنت عاوز اقوله عن شهادات ايليرن، اقتراحي ليهم، رايي فيهم، ايه البدائل بتاعتهم من وجهه نظري. واتمنى الفيديو يكون ضاف لكم معلومه جديده. بحاول مؤخرا اخلي فيه بريك في الشانل في الكونتنت نفسه، يعني حلقه تكنيكال وحلقه توكينج، فيديو عادي، حلقه فيها اكسبلويت مثلا او vulnerability حاجه جبتها، وحلقه بنناقش فيها قضيه او مشروع هام. بس عشان الموضوع يبقى ايه متنوع كده في الشانل. واتمنى الفيديو يكون عجبكم. بس مع السلامه.